السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته، أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائل التي نقدم لحضراتكم نشرة مفصلة لهذا المساء، والبداية استهلوها معكم أنا عبد الله محمد علي بأبرز العناوين. جهود لتوزيع أراضي الملكية الخاصة في عنسبة. جمعية شرطة المرور الوطنية تعقد مؤتمرها الثالث. مدرسة وين الداخلية الفنية تخرج 151 طالبا. بنتاغون يعلق تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية. البحرية الأمريكية تعد خطة لإيواء 25,000 مهاجر، وساعات قليلة تفصل السعوديات عن قيادة السيارة. أهلا بكم للتفاصيل. أكد السيد غويتوم ولد أبزقين مسؤول فرع الأراضي في إقليم عنسبة عن بدء العمل لتوزيع أراضي الملكية الخاصة بما يمنح الاهتمام لتجمع القرى المتناثرة. وأوضح السيد غويتوم في اللقاء الذي أجراه مع وكالة الأنباء عن توقف توزيع أراضي الملكية الخاصة في المدن والبلدات منذ العام 1998 إلى أنها زالت تجري في المناطق البعيدة، حيث وزعت في العام 2017 أراضي المساكن ل 236 مواطنا بمنطقة شنارة. ووفق البرنامج الصادر لتجميع القرى المتناثرة في مكان مركزي لتلقي الخدمات الاجتماعية، تم توزيع أراضي مخططة ل 410 مواطن، بينهم 212 امرأة في مناطق قرب برد وباشرة وصحيتاي بمديرية حمل مالو. كما أوضح السيد غويتوم عن توزيع أراضي مخططة ل 180 مواطن في مدينة حقات كانوا يعيشون في قرى متناثرة، مشيرا إلى أن وحدة التخطيط تقوم بإجراء تحسينات بنية تحتية في المباني التي بنيت خارج إطار التخطيط في بلدة إيدن بمديرية علاب الريد وكرن، وقد شرفت على الاكتمال. وأفاد المسؤول بأنه ابتداء منذ العام 1993 وحتى 2018 تقدم حوالي 30,000 مواطن بطلب أراضي المساكن، حيث تلقى 15,675 منهم الأراضي. وقال السيد غويتوم أن الأرض هي ملك للحكومة ويستفيد منها المواطن، وأن بيع أراضي الملكية الخاصة غير القانوني في المدن والبلدات من أهم العوامل المعرقلة للعمل، مناشدا المواطنين للحد من هذه الظاهرة. عقدت الجمعية الوطنية لشرطة المرور مؤتمرها الثالث عام في 23 من يونيو الجاري في قاعة الغرفة التجارية الوطنية تحت شعار سلامة المرور مسؤولية كل مواطن. وألقى السيد فانيل تسقاي نيابة عن مسؤول هيئة المواصلات البرية كلمة افتتاح المؤتمر الذي حضره كبار مسؤولي الحكومة بما فيهم الوزراء والشركاء وأعضاء الجمعية. أوضح فيها عن أهمية تأكيد خدمات مواصلات برية فعالة ونشطة، مذكرا في الوقت ذاته بأن هيئة المواصلات البرية عقدت في سبتمبر العام 2005 أول مؤتمرها الوطني بالتركيز على سلامة المرور، موضحا بأن رسالة الجمعية ترتكز على بذل جهود لزيادة ورفع وعي ومعارف المجتمع للحد من الحوادث. وكان ضمن برنامج الجمعية الوطنية لسلامة المرور في مؤتمرها الثالث العام إجراء انتخابات لاختيار لجنة جديدة، إلا أن البرنامج لن ينفذ نتيجة لتصويت المؤتمرين بأقلبية لمواصلة اللجنة السابقة في عملها. وفي الختام قدمت مقترحات وتوصيات باعتبار أن السلامة المرورية تلزم كافة المواطنين، مما ينبغي على المواطنين احترام قوانين المرور، بالإضافة إلى متابعة أصحاب السيارات صحة سياراتهم والابتعاد عن الإهمال. خرجت داخلية وين الفنية الكائنة في مدينة مقفى 151 طالبا، بينهم 44 طالبة بعد دراسة امتدت لعامين نظريا وتطبيقيا. وألقى مدير الداخلية الأستاذ قال أبزر في مراسم التخريج كلمة أوضح فيها عن تخريج 20 طالب في تصليح السيارات، و16 بالحدادة، و21 بالنجارة، و18 بالبناء، و17 بالسمكرة، و21 بالكهرباء،
21 بالتخطيط و17 بالسواقة. وذكر السيد قال الطلاب لتطوير مهنهم منطلقين من الدراسة التي تلقوها لفترة عامين، مناشدا إياهم لتعزيز دورهم بالمساهمة الفعالة في برامج التنمية الوطنية الجارية. هذا وأخرج داخلية وين الفنية التي تأسست في العام 1985 إبان الكفاح المسلح 2905 طالب، بينهم 730 طالبة بدرجة الشهادة. قدم فرع الجمعية الوطنية لمعاقي حرب التحرير قروضا مالية بقيمة 1.1 مليون نقفة ل 95 من معاقاة الحرب التحرير قدمنا من 12 مديريات الإقليم. وعلم بأن القروض المقدمة هدفت لتسيير أنشطة التجارة والزراعة لتحسين حياتهن المعيشية، وقد قدمت لكل منهن 12500 نقفة. وفي مراسم التقديم التي جرت في مدينة مندفرة، أوضح مسؤول فرع الجمعية في الإقليم السيد تسفالدت منغستو بأن الجمعية أجرت دراسة حول أوضاع معاقاة حرب التحرير وخلق أرضية ملائمة لتحسين حياتهن المعيشية بالعمل في المجالات التي يبدعن فيها، وظلت تبذل جهودا حثيثة لإنجاح البرنامج عبر تقديم قروض مالية ودون فوائد. وذكرهن للاستفادة الجيدة من الفرص المتاحة من أجل تحسين حياتهن المعيشية وإنجاح الجهود الجارية، مؤكدا وقوف الجمعية إلى جانبهن. وقدمت في المناسبة دورة مهنية أشرف عليها خبير اقتصادي تركزت حول إدارة المتاجر المصغرة التي يستطيعن النشاط فيها حسب قدراتهن، وكذلك إدارة القروض المقدمة لهن. نظم سكان ضاحيات بيان ومريت وبغلة واندلال ولابة بمديرية نقفة أنشطة النفيرية لصيانة طريق ترابي يؤدي إلى مناطقهم بطول 135 كيلومتر. واشتمل العمل الذي مضى عليه 15 أشهر صيانة طريق ابتداء من ضاحية بيان وانطلاقا من مدينة نقفة ومن ثم مريت وبغلة واندلال وصولا إلى ضاحية لابة. وذكر كل من مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس ومسؤول الخدمات الاجتماعية السيد تسفاي يوب أن سكان المديرية نظموا عدد من الأنشطة النفيرية تمثلت في بناء المدرجات والحواجز المائية وصيانة الطرق الترابية. وأشار المشاركون لأن الأنشطة النفيرية الجارية تقلل من صعوبات الخدمات المواصلات التي كانت تواجههم، موضحين صيانة طريق ترابي آخر يربط بين مديريتي نقفة وعدوبحة بطول 72 كيلومتر بالتعاون بين سكان المديريتين. في غضون ذلك نظم الشباب في ضاحية إمبيتو بمديرية قالنفع في الإقليم الأوسط نفيرا لبناء مسرح يستقطب من 1500 إلى 2000 شخص. كما تم صيانة طريق ترابي بطول حوالي 5 كيلومترات بالآليات الثقيلة، كما علم بمشاركة حوالي 600 شاب في العمل الذي بدأ في شهر مايو المنصرم. من جهة أخرى نظمت في مديرية رباط الأسمرة بالإقليم الأوسط أنشطة النفيرية اشتملت على بناء 5 كيلومترات من المدرجات وإعداد 2400 حفرة لقرص الشتل وقرص 460 شتلة. ونظم النفير في مناطق بيت قرقيش وسكاريكو وكنيسة كيدانا مهرت وحديقة الشهداء. إلى فاصل قصير مسمى نوافيكم بالأنباء العالمية فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقتا على تعليق بعض التدريبات العسكرية لأجل غير مسمى في أعقاب لقاء القمة الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا الشهر. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون أنه من أجل دعم تنفيذ نتائج قمة سنغافورة وبالتنسيق مع كوريا الجنوبية علقت تدريبات مختارة كان من المزمع تنظيمها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لأجل غير مسمى. وكان ترامب قد أعلن خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع كيم في سنغافورة أنه سيوقف التدريبات العسكرية المنتظمة والمكلفة التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية التي وصفها بأنها مستفزة للغاية. وكانت كوريا الشمالية تريد منذ فترة طويلة أن تنتهي تلك التدريبات العسكرية.
قال مسؤول أمريكي أن البحرية الأمريكية تعد خططا لإيواء ما يصل إلى 25 ألف مهاجر في قواعد ومنشآت أخرى تابعة لها بتكلفة تقدر بنحو 233 مليون دولار على مدى 6 أشهر، مع سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخفيف أزمة متصاعدة على الحدود المكسيكية. ولم يطلب حتى الآن من البحرية توفير إقامة للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وشدد المسؤول أن مسودة المذكرة التي تبحث توفير أماكن إقامة في مطارات القوات البحرية ليست إلا لأغراض تتعلق بالتخطيط فقط. ويواجه ترامب غضبا عاما بسبب سياسته للفصل بين الأطفال وآبائهم المهاجرين، مع مواجهة النواب صعوبة في إقرار قانون الهجرة. حين تشير عقارب الساعة إلى 12 صباح يوم الأحد 24 من يونيو سيتغير المشهد في شوارع السعودية، وستكون النساء حاضرات للجلوس خلف المقود لأول مرة في بلدهن، جاهزات لتحديد مسارهن والقيادة بأنفسهن. وكانت ملامح هذا المشهد الجديد قد بدأت تظهر بالفعل، فإعلانات الترويج لشراء سيارات والقروض لتمويلها استهدفت النساء لأول مرة، ولوحات التنبيه في الشوارع تخاطب السائق كما السائق. وبينما تستعد آلاف النساء في السعودية من مواطنات ومقيمات لقيادة السيارة، تتخوف بعضهن من عدم جاهزية الطرق في بعض المناطق، وأيضا من مدى استعداد السائقين الذكور الذين اعتادوا أن يكون الشارع ساحة لهم فقط لمشاركة الطرق مع السائقات. ربما تتصور أن هناك مقهى أو حانة على الطراز الباريسي عند كل منعطف بالعاصمة الفرنسية، لكن هذه المقاهي والحانات الشهيرة تندثر لدرجة أن حركة تتأسست لمحاولة الحفاظ عليها. ويقول مؤسس حركة تضامنية أن ملمحا مهما من ملامح الحياة في باريس سيضيع ما لم تكن هناك طريقة للحفاظ على المقاهي والحانات الكلاسيكية. وأطلقت الحركة حملة تنشد اعتراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو التي تتخذ من باريس مقرا لها بهذه المقاهي والحانات. وذكر التقارير الإعلامية أن الحانات والمقاهي كانت قبل 30 عاما تمثل نصف المطاعم في المدينة، لكن هذه النسبة تراجعت إلى نحو 14% مع انتشار سلاسل الوجبات السريعة وأكشاك المشروبات والمأكولات. مع هذه الباقة من الأهداف الجميلة نصل إياكم مشاهدينا الفاضل إلى ختام هذه النشرة. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.